السلام عليكم، يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله نعمل مع بعض مشروب حلو جدا جدا. عايزه اقول لكم المشروب ده سحري حلو جدا للمعده، بيطهر المعده وبينضفها وبجد ممتاز. هنعمل مع بعض مشروب البوظه المصريه، طريقه سهله ومقاديرها بسيطه جدا. ان شاء الله يكون عندك في البيت وتقومي تجربيها حالا. فاكرين الراجل كان بيعدي زمان وبنشتري منه البوظه؟ هنعملها بقى في البيت بمقادير سهله وبسيطه جدا، وان شاء الله تطلع فوق الممتازه. حلوة جدا كمان للأطفال. كانوا بيقولوا لنا زمان شربوا الأطفال المشروبات فيها خميرة علشان ده حلو للمعدة، بينضفها وبيطهرها. يلا بينا نشوف الطريقة والمقادير. بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله مقادير البوزة سهلة وبسيطة جدا. اول حاجة كده معايا كزرولة او لبانة او حلة، اي حاجة عندكم. هبتدي ان انا احط نص كوباية من الدقيق. ده دقيق متعدد الاستخدامات اي نوع، ونكون نخلينه كويس جدا. بالجرام يعني 65 جرام. هقول لكم المقادير بالكوباية وبالجرام. وزن الكوباية اللي انا مستخدماها 200 ملي. الكوبايات المعيارية بيجي معاها كوباية ونص كوباية وتلت كوباية وربع كوباية. انا خدت نص كوباية وزنت بيها الدقيق، والكوباية بوزن بيها المية. وزن الكوباية في السوائل 200 ملي. الكوباية اللي انا مستخدماها 200 ملي، انا خدت 4 كوبايات يعني 800 ملي مية. والمية عادية جدا من الحنفية، ولا سخنة ولا دافية ولا اي حاجة. بعد كده هحط 3/4 كوباية من السكر، سكر حبيبات يعني 150 جرام. طب بعاير ازاي 3/4 كوباية؟ بوزن او بعاير بالنص كوباية والربع كوباية، وبقى كده 3/4 كوباية من السكر. بقلب بقى كويس جدا كده على البارد لحد ما السكر معايا يدوب والدقيق كمان، وما يكونش فيه اي تكتلات. بعد كده برفعه على النار بقى مع التقليب المستمر لحد ما يبتدي كده يتقل معانا والدقيق يستوي، زي اكننا بالظبط بنعمل مهلبية. عايزه اقول لكم ان البوظه المصريه دي حلوه جدا جدا مفيده. طبعا في بلاد عربيه بتقول على البوظه الايس كريم، لا انا اقصد البوظه المصريه اللي هي المشروب. طعمه حلو جدا جدا. عايزه اقول لكم حلو قوي للمعده، بينظف المعده وبجد تحفه. وبيبقى حلو جدا كمان للاطفال. يعني كانوا زمان يقولوا شربوا الاطفال كده مشروبات فيها خميره عشان بتنظف المعده ويطهرها كده. بجد حلو قوي، جربوه ان شاء الله يعجبكم. بصوا مع التقليب كده المستمر، لو ايدك تعبتك ريحي شويه وارجعي قلبي تاني، ما تخافيش مش هيجراله اي حاجه. الاول كده هتحسوا ان اللون بيكون ابيض مع التقليب، واول ما يبتدي كده يدخل في السوا هتلاقوا ان هو ابتدى يتقل معاكم شويه، واللون كده بقى ابيض شفاف زي ما احنا مش شايفين كده. هو كده خلاص داخل في السوا. عايزه اقول لكم هو السكر مظبوط جدا، ما تغيروش اي حاجه في المقدار، المقادير مظبوطه جدا جدا. بصوا خلاص كده دخل في السوا، ابتدى ان هو يغلي. اول ما يغلي كده سيبوه لمده دقيقه عشان نتاكد ان الدقيق استوى معانا. كده خلاص انا هطفي النار. جبت طبق او اي حاجه عندكم وابتديت ان انا افضي كده البوظه علشان ان هي تكون معايا دافيه. انا عايزاها دافيه مش عايزاها سخنه، وهقول لكم ليه. نزلت كده كل الكميه، ما شاء الله القوام بتاعها مظبوط جدا. ما تزودوش ولا تنقصوا يا جماعه اي حاجه في المقادير. بركنها على جنب بقى لحد ما تدفى معايا، وبعد كده احضر الخميره. جبت كوبايه او مج وحطيت فيه ربع كوبايه من الميه الدافيه يعني 50 ملي، ومعلقه صغيره من الخميره. دي خميره الافران، عايزه اقول لكم ممتازه بجد. انا من ساعه ما جربتها بقيت استخدمها، مبقتش استغنى عنها. انا كنت حطاها في الفريزر، فعشان كده هتلاقوا ان هي كانت نازله معايا جامده. طيب لو انت ما عندكيش خميره بيره اللي هي بتاعه الافران، عادي جدا استخدمي الخميره الفوريه، برضو معلقه صغيره. بعد كده حطيت معلقه صغيره من السكر عشان الخميره بتتفاعل مع السكر، وبدوبهم بقى كويس جدا لحد ما السكر والخميره يدوبوا. بعد كده هغطيها بكيس تلاجة وعليها فوطة، وبسيبها في مكان دافي كده على الرخامة لحد ما تخمر معانا، تعمل كده فقاقيع من على الوش، وهي كده شغالة. طبعا الجو دلوقتي حر، هتلاقوها خمرت على طول. اهم حاجه نغطيها كويس ونسيبها على الرخامه لحد ما تخمر، وفي نفس الوقت انا سايبه البوزه على حد ما تدفى معانا. ليه قلت لكم ان البوزه عايزاها تكون دافيه؟ علشان لما نيجي نحط عليها الخميره، الخميره ما تموتش. يعني لو البوزه معاكم سخنه وحطيتوا عليها الخميره، الخميره كده مش هتتفاعل، فلازم البوزه تكون معانا دافيه. خلاص كده البوزه بقت دافيه معايا، والخميره ما شاء الله شغاله عملت فقاقيع من على الوش. هبتدي ان انا انزل بقى بكل الكميه كده على خليط البوزه، وهقلب بالمعلقه عشان الخليط كده يكون متجانس. يا سلام بقى، عايزه اقول لكم الريحه طالعه تحفه.
عايزه اقول لكم ان انا بعد كده هاخد كل الخليط الجميل ده وهضربه في الخلاط. احط كل الكميه دي في الخلاط واضربه لمده كده دقيقتين، يعني ضربات متقطعه، هتلاقوا اللون بقى ابيض خالص فتح وعمل رغاوي من على الوش. بصوا القوام نازل بجد ممتاز. هضربها بقى كده لمده دقيقتين ضربات متقطعه، هتلاقوا اللون فتح. عايزه اقول لكم ان انا حطيت كيس فانيليا، يعني رشه فانيليا، بس الكاميرا ما صورتهاش، بس حط رشه فانيليا. بصوا ما شاء الله بعد ما ضربتها في الخلاط بقى القوام كده فاتح وعملت رغاوي. بغطيها وبسيبها تخمر تاني. بعد ما سبتها خمرت لمدة نص ساعة، طبعا نكون مغطينها. بصوا هتلاقوا كده عملت رغاوي من على الوش، طبعا ده عشان نتيجة الخميرة اتفعلت وعملت رغاوي زي اللي بنجيبها من بره بالظبط، مفيش اي فرق، وريحتها ما شاء الله حلوة جدا جدا. بعد كده دخلتها التلاجة لحد ما تسقع تماما، لازم تشربوها ساقعة. لو شربتوها وهي دافية او سخنة هتحسوا لسه ان هي فيها طعم الخميرة، فاشربوها ساقعة. وكده خلاص هي بعد ما سقعت معايا بقى هبتدي ان انا اقدمها. شايفين القوام بتاعها نازل ازاي؟ بجد حلو جدا، ولا هي تقيله قوي ولا هي خفيفه. ما شاء الله تحفه وسهله وبسيطه ومش مكلفه خالص. يعني معرفش بجد كنا بنشتريها بمبلغ، وهي يعني عباره عن دقيق وميه وخميره، مش مكلفه خالص. فاكرين لما كنا بنشتريها زمان من الراجل اللي بيعدي في الشارع؟ يعملوها بقى في البيت لاولادكم. بجد مشروب تحفه سهل وبسيط ومش مكلف خالص، وكمان حلو جدا جدا للمعده. اتمنى يا رب يكون الفيديو عجبكم وتجربوها وتقولوا رايكم فيها في التعليقات. وياريت لو بتشوفوا قناتي لاول مره تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس على الكل علشان يوصل لكم مني اشعار بكل فيديو انا بنزله. ما تنسوش يا حبايب قلبي تعملوا لايك للفيديو عشان ده اللي بيرفع الفيديو. ويا رب تكون الوصفه عجبتكم، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. مع السلامه.